تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأكارم والمشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وقد جاءت النصوص بالأمر بطلب العلم والسعي فيه ليعبد المسلم ربه على بصيرة. وقد رفع الله سبحانه وتعالى من شأن العلماء، وجعل على مكانتهم الأجور العظيمة، ورتب على طلب العلم الخير الكثير. فقد صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن قبله قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه هي مكانة العلماء، رفعة ومكانة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قضيتنا اليوم سنتحدث عن العلم الشرعي ومكانته من حيث هو، وعن مكانته وتطبيقه والعمل به في إريتريا، وكذلك جهود العلماء الإريتريين في تعلم العلم الشرعي وتبليغه. وقبل أن نبدأ في حلقتنا، باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الأفريقي، فأهلا وسهلا به. كما أرحب بكم مستمعي الأكارم، وأتمنى أن أجد تواصلكم على موقع شبكة سلام الإعلامية في السوشيال ميديا، والمتابعة في الواتس على رقم 004477831417، وعلى الكنترول إفادتنا بأي سؤال يرد في الواتساب حتى نناقش الموضوع. فإلى حلقتنا مباشرة. دكتور حسن، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، وأهلا بالمشاهدين والمستمعين الكرام، وشكرا لهذه الاستضافة ولهذا البرنامج المفيد إن شاء الله. الحقيقة طلب العلم بلا شك مكانته عالية عند الله سبحانه وتعالى، ولن نطيل الحديث في مكانة العلم والعلماء وما ورد فيهم من نصوص فضل، لأن هذا معروف لدى كثير من الناس، لكن نريد نحن نبذة عن تاريخ العلم الشرعي في إريتريا، نبذة عن تاريخ العلم الشرعي في إريتريا وجهود العلماء في ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تفضلت يعني مسألة أهمية العلم مسألة لا يتطرق إليها شك، فهو ثابت بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو نقطة البدء. وعلم آدم الأسماء كلها، وهو نقطة البدء في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق،
وهو كذلك نقطة المسير إلى الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهو ساحة الرفعة، وهو مكان الاستغفار من الخلق، وهو ما يجعل الإنسان على الأقل يعني تصلح حياته في دينه ودنياه، كل ذلك بالعلم. ولكن أحب أن أؤكد في هذه اللحظة على أن البعض طبعا، ونحن نتكلم عن العلم الشرعي، علينا أن نؤكد أن مفهوم العلم في القرآن الكريم ومفهوم العلم في السنة النبوية هو أوسع بكثير من العلم الشرعي فقط. فمصطلح العلم يشمل كل ما هو نافع، العلم الذي هو يكون نافعا فيمدحه القرآن الكريم وتمدحه السنة النبوية، ولكن يتفاوت العلم ما بين العلم بالله والعلم بغيره بطبيعة الحال. فالعلم طبعا بالله سبحانه وتعالى هو أعلى مقامات العلم، والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم بالإسلام وأحكامه، وهو من أول ما يجب على المسلم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: الأول العلم، وهكذا. يعني قضية العلم هذه بالذات يعني ما أريد حقيقة أن أقف عليها، فقد تفضلت جزاك الله خير بالنصوص اللي على الأقل يعني تؤدي بنا إن شاء الله إلى ما يؤكد أهمية هذا الموضوع. بالنسبة لمسألة العلم والعلماء، حقيقة من ناحية تاريخية طبعا نحن نعاني خاصة في المنطقة من إشكاليات كبيرة جدا فيما يتعلق بالتوثيق وما يتعلق بالبحوث والدراسات على الأقل التي تثبت الأبعاد التاريخية لمسألة العلم. ولكن دعنا حتى لا نذهب بعيدا في أعماق التاريخ، دعنا على الأقل نقول بأنه مثلا منذ القرن الخامس عشر، القرن السادس عشر على وجه التحديد، قد تكون معالم العلم ومعالم العلماء إلى حد كبير واضحة. ذلك لأن القرن السادس عشر ارتبط بدخول العثمانيين إلى المنطقة، وارتبطت المنطقة أيضا بمسألة الخلافة العثمانية بشكل مباشر. وهنا طبعا دخل معنا المذهب الحنفي باعتباره مذهب السلطة. وقبلها كان هنالك مذهبان: المذهب الأول كان متأثر بالمذهب متأثر باليمن، وهو المذهب الشافعي، حيث يعني يتمذهب به كثير من إخواننا العفر، وكذلك مناطق الساهو في المرتفعات، وكذلك منطقة الصومال عموما. وكذلك المذهب المالكي، وهو ينتشر يمكن بشكل واسع في المنخفضات الإريترية، خاصة غرب إريتريا وشمال إريتريا ووسطها، هذا ينتشر فيه المذهب المالكي. وهنا طبعا نشير إلى دخول هذا المذهب من خلال الحالة السودانية، اللي على الأقل من غرب أفريقيا توسعت المذاهب، وكان الناس على الأقل يتعلمون في السودان ويتعلمون كذلك في مصر. فعلى كل المذاهب الثلاثة أخذت حظها من الحضور في داخل إريتريا. عجبا. وما مكانة المذهب الحنفي في إريتريا؟ المذهب الحنبلي ظهر حقيقة في الآونة الأخيرة أيضا. النخبة تكاد تكون النخبة الآن التي على الأقل نصنفها نحن في دوائر الدعاة والمشاهير على الأقل من العلماء، تأثروا بالمذهب الحنبلي من خلال دراستهم كذلك في المملكة العربية السعودية. وبالتالي يمكن أن نقول اليوم على وجه التحديد إريتريا فيها المذاهب الأربعة، مع أن الدعاة على الأقل اللي هم الآن تخرجوا من السعودية نعم درسوا المذهب الحنبلي، ولكن لا يصنفون على الأقل فيما ما هو المذهب الرسمي لدى الدولة؟ المذهب الرسمي لدى المذهب الأغلب هو المالكي. المذهب الأغلب يعني أنا أعني بالدولة بمعنى ما المحكوم به في المحاكم، ما الذي تمذهبون به في المحاكم؟ أظن الحنفي. هو الحنفي باعتبار أن آخر حالة كانت موجودة أصلا هي الحالة العثمانية، فالمحاكم الشرعية كانت متأثرة بذلك وتبني عليه. كذلك الذين يدرسون بالذات في جمهورية مصر العربية يدرسوا هذا المذهب باعتباره أيضا المذهب المعتمد على الأقل في الإطار القانوني في مصر كذلك، حتى سبحان الله مع وجود المذاهب الأخرى، لكن لا زال في مصر مثلا في المؤسسات الرسمية والقضائية يسود المذهب الحنفي. نعم. لكن دعنا نقول الآن على الأقل فيما يتعلق بمسألة الحالة العلمية في إريتريا، فظلت على الأقل هذه المذاهب موجودة وتوسعت مع بيوتات دينية. اشتهرت بعض البيوتات الدينية، وهذه البيوتات ظلت تحمل أمرين: تحمل الفقه من جانب، وتحمل الطرق الصوفية أيضا من جانب. يعني هذه حالة كانت على الأقل موجودة، وخصوصا لما دخلت في القرن الثامن عشر أو بدايات القرن التاسع عشر دخلت الطائفة أو الطريقة الختمية، ودخلت معها بطبيعة الحال نموذج الخلفاء. فالخلفاء بالذات
خلفاء الطائفة الختمية كانوا حريصين على مسألة أن يكون من ينصب في منصب الخليفة بالنسبة للطائفة لابد أن يكون ملما بالفقه اللي على الأقل موجود في المنطقة. وأدركنا على الأقل جزء من هذا الاتجاه في أجدادنا. مثلا يقال بأن الخليفة فلان فتجده مشتهرا بالفقه، مشتهرا بمسألة تعليم القرآن الكريم. فعلى كل كانت هذه، إذا أن جاءت بعد ذلك في بداية الأربعينات والخمسينات ظهرت معنا المعاهد الشرعية. المعاهد الشرعية. طيب قبل أن ندخل في المعاهد الشرعية، الآن ذكرتم شيخ حسن أن المذاهب الأربعة تقريبا متواجدة، باعتبار أن مذهب المالكي جاء من السودان. نعم. والمذهب الحنفي كان بتأثر الخلافة العثمانية والأتراك. نعم. والأتراك، والمذهب الشافعي من عند اليمن وغيرهم. نعم. نريد لو تستحضر لنا دكتور حسن أبرز العلماء الذين فعلا كانوا يحملون هذه المذاهب، وأخيرا المذهب الحنبلي، وهم طلاب الجامعات المملكة العربية السعودية وما حولها من دول الخليج يحملون المذهب الحنبلي الحنبلي عفوا. نريد أبرز العلماء في هذه المذاهب شيخنا الذين كانت لهم جهود في داخل إريتريا، هل تستحضر شيء؟ على كل يعني إذا أردت أن تتحدث عن الحالة العلمية ابتداء لا يمكنك أن تتجاوز طبعا المفتي، باعتباره هو المرجعية الأعلى اللي كانت على الأقل في الدكتور الشيخ إبراهيم المختار. الشيخ إبراهيم المختار. هذا يعتبر على الأقل رأس الإفتاء ورمز على الأقل من الرموز العلمية، وهو طبعا من الذين درسوا في جمهورية مصر العربية ودرس في الأزهر، وله عموما على أي مذهب جاء الشيخ إبراهيم؟ حقيقة لا يحضرني مذهبه، ولكن من خلال دراسته على الأقل في جمهورية مصر العربية أتوقع أنه تأثر الحالة الحنفية تكون موجودة بالنسبة للشيخ. وأيضا لو اعتبرنا موضوع أهلنا في الساحة عموما لا يخرجون من المذهب الحنفي والشافعي، وأتوقع أن الحالة الحنفية هي الغالبة في هذه أو الشافعية لا بالذات المفتي أتصور أنه أميل إلى الأحناف. نعم. طبعا كان الشيخ حقيقة يعني ولا يخفاك الشيخ حسن أنه كان يعني فقيه متجرد. نعم. رحمه الله، وكان من المجتهدين يعني. نعم. يعني لم يكن متمذهبا يعني كما تقول، لكن كان يبني على المذهب الحنفية كما تقول. من الغرائب طبعا بهذه المناسبة، ما دام أنها وردت حقيقة قبل فترة، قبل 3 سنوات التقيت بأحد الأتراك ويحكي لي بأن أحد المشايخ الكبار اللي كانوا على الأقل يعني خرجوا من اسطنبول في الفترة التي حصلت فيها المشكلات وذهب إلى مصر، جمهورية مصر العربية، فيقول لي الشيخ المختار أخذ إجازته العلمية من هذا الرجل الذي هاجر من اسطنبول وكان من كبار العلماء في الدولة. فيقول لي هذا الشخص يعني بعض الوثائق المتعلقة بإجراءات تخريج المفتي وتعليمه وما تلقاه يقول لي موجودة عندي. هذا الشخص سبحان الله. فعلى كل هو من الرجال الذين يعني مثلا في علم الأصول كانت له كتب تكاد تكون معتمدة خاصة في الدراسات الأصولية في الأزهر، وبالتالي هو لم يكن شخصية عادية، يعني لم يكن داعيا عاديا، ولكنه كان فعلا من طبقة العلماء الذين ألفوا والذين أيضا تصدروا للفتوى وكتبوا، وله حقيقة ونأمل إن شاء الله بالذات من أسرته ومن أبنائه على الأقل أن يتيحوا هذه المسائل، بالذات كتبه ووثائقه وما خلفه من مسودات. نأمل إن شاء الله أن ترى النور وأن يتم على الأقل طباعة ما توفر. الحقيقة دكتور حسن نحن ندعوك لحلقة خاصة عن الشيخ إبراهيم المختار إن شاء الله، لابد من ذلك. لمكانة هذا الرجل ولما قدمه جزاه الله خيرا من خدمة هذا الدين، فمن حقه علينا أن نخصص له حلقة نترجم له، نذكر سيرته، نذكر جهوده، ونترحم عليه كما نترحم على بقية العلماء. غيرهم من العلماء على كل في كل منطقة يبرز شخص يعني. فمثلا كانت مدينة كرن من المدن التي حفلت بعدد كبير جدا من الدعاة ومن العلماء الذين اشتهروا، جزء منهم حضارمة وجزء منهم كذلك من أهل المنطقة، وكذلك في منطقة عنسبة بشكل عام مناطق الماريا اشتهروا كذلك بعض الدعاة والمشايخ، كذلك في منطقة منصورة وغردات هنالك على كل عدد من الدعاة. فمثلا من الشخصيات التي على الأقل تحضرني الآن القاضي إدريساي مثلا، هذا كان من القضاة الذين اشتهروا بالعلم واشتهروا كذلك بالقضاء، وكذلك الشيخ فكي حامد إبراهيم، هذا كان في مناطق أيضا وسط إريتريا، وهو
بهذه المناسبة والد زميلنا طبعا عبد القادر أبو الوفاء، يعني نحييه من هذا المكان. وهو كان من بالذات يمتاز بشكل جيد في مسألة الفقه المالكي على وجه التحديد، يعتبر من مشايخ الفقه المالكي، وكان عموما مشهور فيها. كذلك الشيخ صالح طاهر من الدعاة الذين حملوا الدعوة، وخاصة حملوا الدعوة السلفية على وجه التحديد في غرب إريتريا، ثم أيضا في شرق السودان يعني. والشيخ محمد الحسن عبد القادر أيضا هذا كان من الدعاة الذين اشتهروا بالعلم واشتهروا بالدعوة. وكذلك في منطقة منصورة من المشايخ اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسره الشيخ إبراهيم شيدلي، محمد إبراهيم شيدلي. هذا أيضا من الشخصيات العلمية البارزة اللي على الأقل كان لها حضور علمي. كذلك في مناطق جندع وفي مصوع وفي الساحل. عموما يعني من الصعب جدا أنك أنت في هذه اللحظة أن نحصي كل هؤلاء اللي على الأقل اشتهروا بهذا الجانب، ولكن وكذلك في مناطق العفر وفي مناطق الساهو أيضا كان في حقيقة علماء ظهروا في هذه المناطق يعني. نعم. طيب جميل. المعاهد العلمية والمدارس الإسلامية. نعم. هذه طبعا جاءت في مرحلة لاحقة، بدأت مسألة التأسيس للمعاهد. وبشكل عام طبعا لما حصلت الحالة بتاعت الإيطاليين والبريطانيين، كان في عموما اهتمام بالحالة التعليمية ومحاولة إحياء الحفاظ على الهوية الدينية بالذات في ظل حالة الاحتلال والاستعمار. وكان هنالك نهج خاص على الأقل لكل مستعمر في طريقة التعليم، وكان المجتمع حريص أيضا على ما يعنيه وهو المحافظة على أبنائه من خلال التدريس الشرعي. فعلى كل كان الحالة بتاعت المعاهد تعتبر نموذج من النماذج التي حرص المجتمع أن يقيمها في سبيل أن يحافظ على هويته. فنشأت هنالك معاهد في كران، ونشأت هنالك معاهد كذا أو مدارس كذلك للعربية، وهنا في أسمرة، ونشأت معاهد في جندع، نشأت معاهد ومدارس كذلك في مصوع. فكان على كل موضوع الاهتمام بالجوانب الشرعية منتشر في كل هذه المناطق، وإلى حد كبير أسهمت هذه المعاهد في يعني إكساب الطلاب العلوم الأساسية في الجانب الشرعي، ثم ابتعاثهم بعد ذلك إلى الخارج. يعني كان الحد الأدنى على الأقل من العلوم الشرعية يناله الطلاب في هذه المعاهد. وهنالك على كل من المؤسسات البارزة طبعا اللي كانت ظاهر المعهد، مثلا المعهد الديني في كران، ومعاهد أصحاب اليمين اللي انتشرت كذلك في قطاعات واسعة في إريتريا، ثم معهد حقات مثلا المعاهد أيضا الشرعية، إلى غير ذلك من المعاهد على الأقل انتشرت في عموم إريتريا، وحافظت على ما يمكن أن نسميه بالعلوم الشرعية في حدها الأدنى. طيب شيخ حسن، بالنسبة للخلاوي نجد سبحان الله أن الخلاوي ما من منطقة إلا وفيها. نعم. ما تفسير ذلك؟ تفسير ذلك في النهاية في البداية علينا أن نتذكر أن هذا الشعب شعب مسلم، ويثبت على الأقل تمسكه بدينه من خلال المرجعية القرآنية. يعني ما يمكن أن يثبت بالنسبة له انتماءه لهذا الدين هو ارتباطه بالقرآن. ولذلك حتى قبل أي حالة بتاعت نهضة وعمران وغيرها تجد الناس في أريافها من خلال على الأقل الشيخ البسيط هو يمثل حالة الارتكاز الديني على الأقل من خلال نيران القرآن الكريم، التفاف الطلاب حول المشايخ. فنحن مثلا درسنا في الريف، ما نعرف المدن أصلا في وقتها، كنا ندرس في الريف وتتلقى عن طريق جدك وعن طريق والدتك مثلا القرآن الكريم. ففتحنا قبل أن نعرف المدن ولم نراها أصلا. كان أهم شيء أنك تأتي بالحطبة يعني التي يضاء بها نيران القرآن، ثم ترتبط بالشيخ. وهذا الشيء قد يكون حقيقة بسيط جدا، يعني تلقى شيء من القرآن الكريم مثلا في السودان وفي بعض المناطق الحدودية مثلا في إريتريا، ثم يعود بعد ذلك ليفتتح خلوة القرآن. فالشاهد أن القرآن الكريم بالنسبة للشعب الإريتري هو عنوان الارتباط بالهوية الدينية، هو العنوان بالالتزام بالدين. فأقل ما يفعله الإنسان إن والله يقول لك أنا قرأت الخلوة، مهما كان لابد أن يقرأ الخلوة. وحتى هذه اللحظة يمكن أن نقول بأن مسألة الخلاب القرآنية لا زالت منتشرة ومتوسعة، وهنالك بفضل الله سبحانه وتعالى التزام طيب كبير. جميل، هذا جميل. طيب مستواها العلمي، هل لدينا نحن مقرئين ممن حفظ على مثلا على القرآن الكريم بالقراءات السبع أو العشرة مع القراءات الرابعة بزيادة الأربع قراءات الشاذة فيكون 14 قراءة؟ هل لدينا في ذلك الوقت، أنا يعني الآن طبعا الحمد لله خريجين
مصر والسعودية وغيرها يعني موجودين الحمد لله قراء، لكن في ذلك الوقت هل لدينا قراء؟ على كل القراء اللي كانوا موجودين لا أتصور أن المسألة كانت تتجاوز القراءة والقراءتين، يعني لا أتصور أن الأمر كان بهذا الشكل. يعني يذهب الإنسان إلى السودان يقرأ بقراءة معينة أو ويرجع ويحرص على الأقل العودة سريعا حتى ينقذ أهله وينقذ قبيلته بالذات. في ذلك الوقت الناس كانت عبارة عن مجموعات في مناطقها وفي الريف وكذا، لكن في الآونة الأخيرة عموما ظهرت بفضل الله سبحانه وتعالى أعداد كبيرة جدا من المقرئين، ومن خلال متابعاتنا للمسابقات خاصة فيما يتعلق مسابقات العالمية كثير من الطلاب الأريتريين يشاركون فيها من الداخل، يشاركون مثلا في مسابقات في الإمارات، ومسابقات في السعودية، مسابقات في قطر، مسابقات في الحالة الأفريقية بشكل عام، حتى مسابقات في مصر. فكثير من الطلاب يخرجوا من الداخل وينافسون في هذه المسألة. وطبعا أيضا الأوقاف تساهم بالذات في تسهيل هذا الموضوع في محاولة المشاركة على الأقل حتى يظهروا الطلاب الأريتريين مع محدودية ذلك يعني. طيب، هذا يأخذ بنا الكلام والحديث حول الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى من حيث التعليم، من حيث العمل به، من حيث ترجمته بلهجات إريتريا. ما قولكم في ذلك؟ عموما دعنا نقول بأن طبعا كما يقال الناس على دين ملوكهم، هذه مقولة إلى حد كبير فيها صواب. يعني إذا كان النظام السياسي بشكل عام في أي دولة لا يولي اهتمام لمسألة الدين ولا يولي اهتمام بالحياة العلمية، حتى دعني أكون أكثر، حتى في ظل دولة علمانية، ليست القضية أنه والله النظام علماني، لا، حتى هنالك دول علمانية لكنها مبرزة في موضوع القرآن وفاصلة هذا المسار، وتجعل الناس يدرسون كتابهم ويترجمونه ويفسرونه ويعلمون أبنائهم، ولا تجد الدولة أي مشكلة في هذا الاتجاه. لكن طبعا بالنسبة للحالة الإريترية هنالك متروك هذا الموضوع بشكل كبير للمجتمع. يعني حتى قضية الأوقاف نعم في الآونة الأخيرة في نوع من الاهتمام، خاصة موضوع الخلاوي من خلال متابعتي على الأقل في نوع من الاهتمام الأوقاف وينزلوا إلى المناطق ويشجعوهم وكذا. لكن بما أن الجو العام لا يساعد في هذا الاتجاه ولا يتبنى أصلا الحالة الدينية بشكل كامل، خاصة الحالة الإسلامية لا يتبناها، وبالتالي هنالك ضعف على مستوى، يعني صحيح في اهتمام بالقرآن، الأطفال ينشأوا فيه يحفظوا بعضهم لا يحفظ، لكن لا تجد هؤلاء الذين قرأوا القرآن مثلا فسر لهم هذا القرآن، تعلموا أحكامه، أدركوا على الأقل ما يمكن أن تصح به عبادتهم. هذه المسألة حقيقة في إريتريا ما لم يرتبط الطالب بالمعاهد الشرعية ستجده فقير إلى حد كبير، وربما يعني كحالة عامة سواء الطلاب الشباب أو حتى عموم الشعب. يعني إلى هذا اليوم تصور أنت في بلد مثل إريتريا لا يوجد فيه مثلا بأي لهجة من اللهجات الأريترية لا تجد لك مثلا ولا تفسير واحد. ولا تفسير، دعك من التفسير، ربع القرآن مثلا فسر ولم يجد مثلا الفرصة لأن ينتشر بين الشعب الأريتري. فهذه إشكالية كبيرة جدا، يعني بلد يعني فيه مساحة ليست بسيطة من البشر وحريصين على أن يتعلموا القرآن. يعني على سبيل المثال دكتور حسن، الناطقون باللغة التجرينية يربو عددهم أكثر من 15 مليون، ولا يوجد حقيقة ولا تفسير واحد باللغة التجرينية إلا تفسير واحد فقط. بعض الإخوة الفضلاء فسروه موجود في أثيوبيا، لكن على مستوى إريتريا، يعني قصدك في المنطقة كلها؟ نعم. المنطقة كلها يعني من الناطقين باللغة التجرينية، أقصد من التجراي إلى إريتريا نعم متكاملة حوالي 15 مليون. لا يوجد تفسير محقق معتمد حتى الآن. هناك تفسير واحد فقط حتى نذكره من باب الذكر، من ألفه يذكر فيشكر جزاه الله خيرا، لكن الحقيقة نحتاج إلى تفسير معتمد. فهذا حقيقة محزن، يعني بهذه اللهجة التي يتكلم بها كثير من الإريتريين ولا يوجد، فما بالك. طيب، ما حال الكتب الستة السنة النبوية؟ مدى اهتمام الشعب الإريتري بها؟ حقيقة يمكن الحالة في إريتريا تختلف عن الحالة في الصومال وإثيوبيا. يعني أنا كنت أنا أتطرق إليه. نعم، في إثيوبيا مثلا هنالك ما شاء الله من تجده مبرز جدا في علوم الحديث، بسبب أن طريقة التعليم عندهم
قائمة أصلا على هذا النوع من الاختصاصات. يعني ممكن تجد خلاوي القرآن الكريم، تجد خلاوي الفقه، تجد خلاوي اللغة العربية، تجد خلاوي الحديث. يعني شخص يتخصص ويدرس تقريبا على صحيح. الشيوخ. في الصومال كذلك هنالك ما شاء الله حاضنة علمية قوية جدا وراسخة، ولهم علماء وأشياخ متميزين. للأسف الشديد في الحالة الإريترية هذه المسألة غير متوفرة. يعني علم الحديث يمكن أن يدرس في المعاهد، ولكن ليس بالاهتمام الذي فعلا يليق بعلم الحديث وبهذه طيب. وخصوصا هنالك من العلماء والمشايخ والدعاة، أعرف على الأقل في داخل إريتريا من يمكن أن يصنف اليوم ضمن طبقة العلماء في علم الحديث موجودين من إريتريا. في إريتريا نعم موجودين. طيب سنعود إليهم. أعزائي المشاهدين، ما دمنا قد ذكرنا علماء الحبشة، فمن الواجب علينا أن نترحم على العالم العلامة الذي توفي بالأمس رحمة الله عليه، الشيخ محمد آدم الأثيوبي، وقد كان عالما بارزا محدثا فقيها أصوليا. فنسأل الله تعالى أن يخلف للأمة خيرا، ونسأل سبحانه وتعالى أيضا أن يعلي درجة الشيخ، وأن يجمعه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين الأعلى من الجنة. مشاهدي الأكارم، أصل ثم حديث حول بارك الله فيكم. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عدنا والعود أحمد. نواصل الحديث مع الشيخ حسن. ما جهود العلماء الإريتريين أو علماء إريتريا في جانب علوم الحديث؟ ذكرت أنه بشكل عام هنالك طبعا ضعف كبير فيما يتعلق تاريخيا، على الأقل لم يكن هنالك اهتمام بالشكل المناسب لمسألة الحديث وعلوم الحديث بما يقارن على الأقل مع اهتمام الشعب الإريتري بالقرآن الكريم. والقرآن طبعا له خصوصيته عموما وارتباط الناس به طبعا محمود، ولكن السنة بما تحتله من مكانة فيما يتعلق ببيان القرآن وما يتعلق بتفسيره وما يتعلق كذلك بتفصيل مجمله
واضح جدا هنالك كان قصور، ولكن في الآونة الأخيرة ظهر بعض المشايخ وطلبة العلم ممن لهم اهتمام خاص تخرج من كليات الحديث، ولهم كذلك جهودهم الخاصة، بعضهم على كل متواجد داخل إريتريا والبعض الآخر متواجد في الخارج، ويؤدي أدواره سواء في مخيمات اللاجئين أو في المؤسسات العلمية التي على الأقل تتاح. بل يعني بعض هؤلاء الدعاة سبحان الله انتفعت بهم بلدان أفريقية، والعلم على كل في النهاية يبث يعني حيثما نزل فهو كالغيث إن شاء الله يعني ينفع. فبعض الدعاة الذين على الأقل يتميزون في هذا المجال أيضا متوافرين في حسب علم، متوافرين في عدد من الدول يؤدون واجباتهم، وبعضهم أيضا يساهم في توعية الجاليات الإريترية من خلال أيضا التواجد في وسط الإريتريين. أما في الداخل مادة علم الحديث عموما تدرس في المعاهد الشرعية، ولكن لا أتصور أن الأمر وصل فيها لدرجة أنه ممكن يكون هنالك بعض طلبة العلم اللي على الأقل يتميزون في موضوع علم الحديث. والجهود بشكل عام مبذولة، ولكن لا أتصور أن الأمر. هل يمتلك الشعب الإريتري مشايخ وطلبة علم يحفظون الكتب الستة؟ في الآونة الأخيرة هنالك بعض من يحفظوا، ولكن ليس بالكثرة اللي ممكن الواحد يتحدث عنها، لكن موجودين. نعم. طيب هل لدينا أيضا ممن يحفظ القراءات السبع؟ في القراءات موجود، بل أعرف بعض الإريتريين اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى قد يكونوا عمداء لكليات القرآن الكريم في بعض البلدان العربية، موجود هذا ولهم وضعيتهم، لكن كل ذلك في الخارج يعني. جميل. إذا أتيحت الفرصة نعم يستطيعون يعودون. معظم قضايا علوم القرآن سواء كان في القراءات سواء كان في التفسير عموما فيه الحمد لله من اليوم يمكن أن نقول بفضل الله سبحانه وتعالى إريتريا تمتلك على الأقل ذخيرة من هؤلاء الأخيار العلماء الدعاة الذين يمكن أن يساهموا بإذن الله سبحانه وتعالى. الفقه المقارن هذا ربما يكون من الأبواب الأكثر انتشارا يعني مقارنة مع المحدثين، مقارنة أتصور بأن هنالك من هم بارزون بفضل الله سبحانه وتعالى في مجال الفقه، سواء كان فقها مقارنا أو كان على الأقل فقها على واحد من هذه المذاهب. فبفضل الله سبحانه وتعالى كليات الشريعة في العالم العربي خرجت أعداد كبيرة جدا سواء في مصر في السودان في المملكة العربية السعودية، فهنالك بفضل الله سبحانه وتعالى من وصلوا إلى مراحل متقدمة بفضل الله عز وجل في علم في الفقه على وجه التحديد. وهل لديهم مؤلفات في ذلك؟ بعضهم له مؤلفات والإشكال الموجود يعني دائما تعرف أنت التأليف يحتاج إلى من يأوي هذا الباحث يعني. للأسف الشديد كثير من الذين تخرجوا ربما لم تتح لهم الفرصة المناسبة حتى يكون على الأقل. جميل. الفكر الإسلامي الحمد لله هنالك عناصر على الأقل يمكن أن نقول بأنها مبرزة بفضل الله سبحانه وتعالى في مجال الفكر الإسلامي، ولعل إذا دون أن أقمض حق الآخرين من أبرز الشخصيات اللي تعتبر اليوم في الفكر الإسلامي بفضل الله سبحانه وتعالى لها دورها وتميزها، الدكتور مثلا جلال الدين محمد صالح يعتبر من الشخصيات اللي لها حضورها بفضل الله سبحانه وتعالى، كذلك من إخواننا تحية عاطرة للدكتور جلال. الدكتور جلال يعتبر من الشخصيات حقيقة المبرزة. كذلك عندنا دكتور بيان من الشخصيات العلمية أيضا لها دور، الدكتور عبد الحميد مثلا ونحييه كذلك من هذا المنبر، أخونا عبد الحميد من الأساتذة والدكاترة في ماليزيا. حقيقة المسألة واسعة في مجال الفكرة، أنا أتصور بأن المساحة يعني الدكتور حسن وما كتبه في الفكر. على كل أنا محاولاتي يعني في الفكر السياسي يعني كتبت تقريبا رسالتي الدكتوراه حول فقه المشاركة السياسية بين التأصيل والممارسة وبعض الأوراق أو الوريقات يعني، وكذلك رسالة الماجستير حول الأحكام السلطانية. فمجالي إلى حد كبير في الفقه السياسي الإسلامي وفروعه تقريبا اللي ممكن قضايا الدولة وقضايا التعايش الوطني قضايا السلام تقريبا هذا الاتجاه يعني. جميل جدا دكتور حسن. طيب ما هي رسالتكم للشعب الإريتري بأهمية تعليم وتطبيق العلوم الشرعية في حياته؟
على كل أهمية العلوم الشرعية تنبع من أهمية التكليف، أن الإنسان في هذه الحياة مكلف، وأن الله سبحانه وتعالى خاطب الناس في أول نداء في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولن يستطيع الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فلن تستطيع أن تستغفر، والاستغفار داخل فيه كل مجالات العمل، وبالتالي العلم يسبق القول والعمل، يسبق باب العلم قبل القول والعمل. فإذا كان الإنسان جهل ولم يعرف شيء واتصف بصفة الجهل فإنه يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن أمره، بعيدا عن معرفة شرعه، وبالتالي أيضا لن يكون مؤديا لمهمة الاستخلاف في الأرض. ومهمة الاستخلاف قائمة على محورين أساسيين، وهو محور التعبد من جانب ومحور العمران من جانب آخر. فمحور التعبد على وجه التحديد في علاقة الإنسان بربه لا بد أن تكون عارفا بحق الله عليك وحق الله سبحانه وتعالى عليك، من خلال دراسة التوحيد، من خلال دراسة الفقه، من خلال دراسة أبواب العبادات. كل ذلك يؤدي بك أن تعرف الله سبحانه وتعالى. كذلك مطالب المسلم أن يؤدي حق العباد وحقوق العباد، كذلك تندرج في باب المعاملات. فباختصار ما يمكن أن أقوله بأن مسألة العلم الشرعي مهمة جدا ليقوم الإنسان بواجبه في الحياة، واجبه تجاه ربه، واجبه تجاه نفسه، واجبه تجاه أسرته، واجبه تجاه المجتمع والناس أجمعين. كل ذلك يكون بمعرفة العلم الشرعي. والحد الأدنى الذي يسقط به على الأقل الوجوب هو أن يكون الإنسان عارفا بما تصح به عبادته وما يجب عليه في حياته العامة. هذا الحد الأدنى. لا الإنسان مثلا لا يسقط عنه مثلا الصلاة، لا تسقط عنك إلا أن تعرف أحكامها. وإذا كان ربنا رزقك المال لا يسقط عنك إلا أن تكون عارف بأحكام الزكاة حتى تستطيع أن تؤديها. إذا دخلت إلى ساحة السوق لابد أن تكون عارف بأحكام المعاملات المالية. إذا كنت تعمل في مجال مثلا الوظيفة يلزمك أن تعرف على الأقل ما يتعلق بأحكام الوظيفة التي تعمل فيها. فالشاهد بأنه كما قال صاحب كتاب الأخضر قال: ولا يسقط التكليف عن مسلم حتى ولا يجوز لمسلم أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. فأنت كل عمل تقدم عليه لا بد أن تكون عارفا بحكم الله سبحانه وتعالى في المسألة. فإذا كان الأمر كذلك أي عمل تقوم به لا بد أن يكون داخل تحت الدوائر الخمس، إما أن يكون حراما أو واجبا أو مكروها أو مستحبا أو مباحا، فلا يمكن عمل المكلف أصلا أن يخرج عن هذه الخمس. وبالتالي مسألة العلم الشرعي من الواجبات المهمة جدا، وأقل ما يسقط به الإنسان على الأقل معرفة الواجبات والأصول العامة والمحرمات العامة وقضايا التوحيد العام المجمل. هذا على الأقل ما يمكن أن يسقط التكليف عن الإنسان في هذا الباب. وبالتالي نحن في تقديري محتاجين فعلا بشكل كبير أن نقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى، باعتبار كما يقول الشاطبي هو كلية الشريعة وعمدة الدين. القرآن الكريم وكلية الشريعة وعمدة الدين. فالإنسان أقل شيء يصحح قراءته للمصحف بغض النظر عن اللغة التي هو فيها، لكن يصحح لأنه على علاقة مع القرآن الكريم تبدأ من خلال أنك أنت تصحح القراءة. رسالتكم إلى العلماء والدعاة. واجب العلماء كبير جدا، وهم باعتبار العلم فإن مهمة العلم توجب عليهم أن يؤدوا ميثاق الله سبحانه وتعالى الذي أخذه على أهل العلم. وإذ أخذ ربك أخذ الله سبحانه وتعالى على أهل العلم وأولي العلم أن يبينوه للناس، لتبينونه للناس ولا تكتمونه. تبينوه للناس ولا تكتموه. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ومن بعد ما بيناه للناس فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فمهم جدا حتى يخرجوا من دائرة اللعن ويخرجوا من دائرة سخط الله سبحانه وتعالى في كتمان العلم. فإن الذين ضلوا من أهل الكتاب من قبل ضلوا عبر علمائهم، إما بتحريف الكتاب وإما بكتمان ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أخذ على أهل العلم أن يبينوا للناس هذه الرسالة. فحقيقة الواجب كبير جدا، خاصة في هذه المرحلة التي نحن فيها، كثر فيها الجهل، كثر فيها الانحراف، كثر فيها مواجهة دين الله سبحانه وتعالى. وفي مثل هذه الأوقات تعظم الواجبات،
وخاصة على العلماء. ومن هذا المنبر إن كان هنالك من شيء أقوله، فإن الواجب الأكبر في هذه المرحلة هو معرفة كيف يستطيع هؤلاء الدعاة أن يبينوا للناس عقيدتهم العقيدة الصحيحة، يبينوا لهم العبادة الصحيحة، يبينوا لهم القيم والأخلاق الفاضلة التي لا يجوز لمسلم إلا أن يتخلق بها. فهنالك الكثير من الناس للأسف الشديد تخلى تقريبا عن القيم، حتى يكاد يكون في بعض المدن يكاد يكون المسلم يذوب تماما، لا تعرفه لا في شكله ولا في معاملاته ولا في طبيعة حياته، لأنه تخلى عن كثير من القيم. وهنا طبعا يجب لا يسقط في نهاية المطاف، طبعا لا يسقط هذا الأمر كون الناس والله أدت الواجب أو لم تؤديه، أنت مكلف كعبد، لكن نحن نقول العلماء عليهم واجب كبير جدا، لأن هؤلاء الجهلة وهؤلاء الذين بعدوا عن الله سبحانه سيتعلقون برقاب العلماء يوم القيامة في أنهم والله أدوا رسالة الله كما هي أم لا. وهنا نستحضر حقيقة كثير من النصوص التي تحذر من كتمان العلم وتأمر بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه طبعا نصوص متوافرة، فعلينا إن شاء الله أن نستحضرها ونحن في هذه المرحلة. رسالتكم للعلماء الذين يضللون الناس في داخل إريتريا ويفتونهم بغير علم. على كل من القضايا الخطيرة جدا أن يبيع الإنسان دينه بدنياه، والأخطر منها أن يبيع دينه بدنيا غيره. يعني نسأل الله العافية. بعض الناس قد يبيع الدين بالدنيا ويهمه أن ترضى عنه السلطات أو أن تتجاوز عنه أو أن تحافظ عليه في وظيفته ولا ينسى الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول مهما طال الإنسان، طال عمر الإنسان وطال أجله، فإنه يوم من الأيام وكل من أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، والقبر قريب والمسؤولية عظيمة. فنحن أقل ما يكون نحن نقول لهم إن لم تقولوا الحق فلا تقولوا الباطل، وإن لم تكونوا عونا للناس على الحق فلا تعينوهم على الباطل. هذا أقل ما تفعله. يعني يمكن أن تعذر عند الله سبحانه وتعالى أنك ما قلت الحق لضعفك، لكن لا تعذر أن تقول الباطل وتكتم الحق. هذه مسألة مهمة جدا. وأخطر شيء التلبيس. الله سبحانه وتعالى نهى عن كتمان الحق ونهى عن تلبيس الحق بالباطل، فالله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. ولا بد إن شاء الله أن نذكر علمائنا ونذكر مشايخنا خاصة في هذه المرحلة، فإن الذين يعيشون خاصة في إريتريا يمكن أن أذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: وددت لو رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين يأتون من بعدكم الماسك على دينه كالقابض على الجبر. فحقيقة من يعيش داخل إريتريا ومتمسكا بكتاب الله ومتمسكا بسنة رسول الله يهدي الناس إلى الخير ويحرص على هداية الناس وتعليمهم والثبات معهم رغم الظروف ورغم المتاعب ورغم الإشكالات، فهذا بلا شك أجره عظيم جدا، ويأتي بإذن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، فما بالك أن تهتدي بك قبيلة وأن تهتدي بك حي من الأحياء وتهتدي بك مدينة أو تكون منارة من منارات العلم والهدى والنور والحق والخير، وأنت في قلب إريتريا في هذا الوضع الذي على الأقل خرج من كثير من الناس فروا بدين. فحقيقة هؤلاء يستحقون الإشادة ويستحقون منا التصبير والتشجيع. وكذلك من هذا المنبر حقيقة إن كان هنالك من شيء نقوله، وخاصة لإدارات الإفتاء والأوقاف، عليهم أيضا أن يمكنوا الناس من تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، فهذه مسؤوليتهم في نهاية المطاف. فقد ولاهم الله سبحانه وتعالى الآن وضع على الأقل موجودين ويتقاضون على ذلك أجرا ويتقاضون يعني ما يأكله أبنائهم، فعليهم أن يحرصوا على توفير على الأقل الفرص للناس، توفير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتوفير العلم الصحيح والتمكين للعلماء بقدر الإمكان. هذا على كل الذي يجب على الناس في هذه الفترة. كلمتكم لمن سجن من العلماء من أجل التعليم والإرشاد. أول هؤلاء أجرهم على الله سبحانه وتعالى، لأن السجن يتطلب الصبر، والصبر يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإن رزق الله سبحانه وتعالى هؤلاء طبعا الشهادة والموت في السجون، فهو بلا شك أنه إن شاء الله شهيد، وممن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى يرتقي عند الله سبحانه وتعالى في هذا المقام العظيم، مقام الشهداء
الذين والشهادة في حقيقتها هي الفاعلية والحضور بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا الأصل، أن الشهيد وأنه ضحى وأنه بذل وأنه علم وأنه كافح وأدى به ذلك إلى أنه مثلا يعتقل ظلما أو يقتل ظلما أو يسجن ظلما، وفقد بطبيعة أو فقدت أسرته بطبيعة الحال الراعي، وفقدت المعيل، وفقدت من يقف عليها. فهم نسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يثبتهم، هذه الأسر طبعا يثبتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يرفع مقام هؤلاء العلماء. فبلا شك هم يعني قدوة كبيرة جدا، لأن مقامهم ليس مقاما سهلا، وأجرهم على الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى من كان منهم حيا أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنه، ومن كان منهم ميتا أن يتجاوز عنه ويرفع مقامه، وأن يجعل أسرته يعني يفتح الله لهم في دينهم وفي دنياهم، وأن يثبتهم على الحق ما داموا أحياء. رسالتكم لرجال الأعمال من الإريتريين مع علمهم في حاجة الإريتريين إلى بناء جامعات ومعاهد خارج إريتريا. أولا في داخل إريتريا دعنا نقول كل من له إمكانية وله القدرة وله على الأقل الطريق الذي يستطيع أن يساهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى داخل إريتريا فليفعل. وهنا أنا أتكلم من السقف المتاح، يعني لا أتكلم عن خرق قوانين أو لا، في ضمن المتاح. إذا كان والله متاح لك أن تدخل كتاب الله سبحانه وتعالى أدخل، إذا كان والله في داخل قريتك تستطيع أن تكفل شيخ أكفل، إذا تستطيع أن تشجع الناس على بناء المساجد فافعل، لأنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا على كل داخل إريتريا. نحن مطالبين بأن يكون هنالك جهدا كبيرا في تثبيت الناس، في تعليمهم، في على الأقل تصبيرهم على ما هم عليه، وهم حقيقة الذين يعتبرون بإذن الله سبحانه وتعالى عماد هذا الوطن الآن في داخل إريتريا، على الأقل الصابرين الصامدين الذين على الأقل لا زالوا متشبثين بالأرض. هؤلاء يمكن أن نقول لهم التحية ونرفع لهم القبعات، يعني هؤلاء على جزاهم الله خيرا وثبتهم الله. صحيح. أما في الخارج مطالبين أيضا نحن بالاهتمام بالمؤسسات العلمية المتاحة، فهنالك على الأقل مخيمات للاجئين تحتاج هذه المخيمات إلى تعليم، إلى رعاية، إلى عناية. هنالك أيضا طلبة العلم الذين يحتاجون إلى كفالة، ربما لم تتيسر لهم فرص، يعني في منح الآن في بعض المناطق ويمكن أن تتوفر خاصة في بعض البلدان، ولكن كثير من الطلاب ويتواصل الناس حقيقة يتواصلون معنا، يجد أنه يقول لك أنا والله لاقي الفرصة ولكن لا أجد من يكفلني مثلا في. أخيرا دكتور حسن، نعم، برأيكم ما هو مستقبل العلم الشرعي في إريتريا في 30 ثانية؟ المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى خير. يعني دائما في عالم الطبيعة إذا بلغ الظلام نهايته وذروته يعقبه الفجر، فلا بد أن يأتي الفجر. فلا بد أن يأتي الفجر. ونحن نثق بالله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل يعدنا دوما بأن الله الظلام لن يطول، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فالله سبحانه وتعالى بس هذا مشروط بأننا نوقن بذلك ونصبر على دعوة الله، على السير في دعوة الله سبحانه وتعالى وبيانها، أننا نحن على الحق، وأن هذا الحق يتطلب أن نحمله بصدق وأن نبلغه للناس وأن نثبت عليه وأن نصبر على الأذى فيه. فإذا سلكنا بذلك فبلا شك كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. شكرا دكتور حسن سلمان على هذا البيان وعلى هذا التوضيح. أعزائي المشاهدين، أوشكنا على نهاية الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشع النور والعلم والخير في بلادنا إريتريا، وما ذلك بعزيز، إن هي إلا فترة ظلام وتمحيص ليكفر الله بها ذنوبنا ومعاصينا ويرفع بها درجاتنا. سوف يذهب هذا الظلام ويأتي هذا النور لا محالة، فكونوا مستعدين لذلك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة وفي ظلال أعينك شمعة جديدة، وفي ظلال أعينك شمعة جديدة، ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة.
إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب من أجل عينيك الحزينتين من أجل عينيك الجميلتين يأتي زحفنا من أقدس الدروب من أقدس الدروب يا وردة يعشقها أحبتي يا عليك يا جنة عشت بها طفولتي يا وردة يعشقها أحبتي يا جنة عشت بها طفولتي يا جنة عشت بها طفولتي يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب يا أنت إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب من أجل عينيك الحزينتين من أجل عينيك الجميلتين يأتي زحفنا من أقدس الدروب من أقدس الدروب إريتريا